كل ما بيحاول إنه يتطور من نفسه بيلاحظ إن الناس بتتغير في طريقة معاملاتها معاك. مثلا بتروح الجيم أو تبدأ رياضة تاني أو مثلا بتحاول تفتح بيزنس، بتلاقي الناس كلها ضدك، الناس كلها مش بتشجعك عشان حرفيا الناس بقت غرقانة في الكومفورت زون دلوقتي بتاعتهم. فانت لما تيجي تقول لهم انا عايز افتح بيزنس، اصل بيزنس انت افرض لو فشل، افرض لو عمل. طب ليه ما حاولش؟ فاهم ايه السبب اللي ما يخلينيش احاول؟ عندي وقت وعندي مجهود وعندي كل حاجه وعندي مقومات اني ابدا، فانا ليه ما ابداش؟ انا المفروض ما اسمعش ليهم، اسمع للي هيفيدني وافكر في بعد كده ان ازاي ابقى احسن. ما يبقاش المجتمع هو اللي على طول من كلامه السلبي عليا انه ياثر عليا. ممكن في حاجات غلط انا بعملها، بس لو شايف انا فعلا انها مش غلط خلاص دي مش هتاثر عليا. مثلا انا بحاول افتح بيزنس، ابقى صانع محتوى، اي كل حاجه بعملها عادي. عادي تسمع الانتقادات وتتقبلها، وبعد كده خلاص يعني الحاجة المفيدة تستفاد منها والحاجة المش مفيدة ما تستفادش منها. دي حاجة بديهية، ما تخليهاش شماعة تعلق عليها مشاكلك.